وانت ايه اكتر حاجه مزعجه بالنسبه لك فيها؟ اكتر حاجه. هي معقولة؟ معوج ناحيه الشمال. من هنا كبيرة مثلا سنة صغيرة. تمام. ساعتها شفت إن هي العظمة اللي كانت العظم ده كبير شويه. بس مش عارف هي بقى دي في ناس بقى بتاعت. انا كنت بعمل الدايناميك تيست ده. السلام عليكم. زي ما احنا متفقين دايما الانف تذهب حيث يذهب الحاجز الانفي. صديقنا تعرض لحادث، الحادث ده كان عباره عن كدمه في جانب الانف ادت الى خروج الحاجز الانفي من مكانه، وبالتالي ادت الى اعوجاج الانف كامله. لو جينا نبص من جانب الانف هنلاقي ان في بروز في ظهر الانف. البروز ده بسبب سقوط الارنبه وبسبب البروز العظمي اللي موجود في ظهر الانف. عشان كده احنا هننحته اثناء العمليه. الجزء العظمي والجزء الغضاريف ده لما يتم نحتهم اثناء العمليه بالاضافه الى تنحيف او نحت ارنبه الانف عشان تكون الارنبه اعلى نقطه موجوده في ظهر الانف، بالاضافه الى استعاده استقامه ظهر الانف. دعواتكم ننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. زي ما احنا شايفين مجرد رجوع الحاجز الانفي الى منتصف الانف، زي ما احنا شايفين التماثل بين فتحتي الانف وصل الى حوالي 90%. زي ما احنا شايفين فتحات الانف في الناحيتين دائريه واصبحت متماثله بسبب رجوع الحاجز الانفي الى منتصف الانف تماما. زي ما احنا شايفين ظهر الانف اللي كان محدب لاعلى اصبح مستقيم تماما، وارنبه الانف اصبحت مرتفعه عن ظهر الانف زي ما احنا شايفين، لتعطي انطباع بانف رجولي قوي جدا زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت اصغر حجما من قبل العمليه، بالاضافه الى استعاده الانف في منتصف الوجه تماما زي ما احنا شايفين. شكرا لدعواتكم الجميله، في انتظار تعليقاتكم واسئلتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله. شكرا لكم.